كما أكد وكيل وزير الشباب والرياضة اليمني علي حسين على وجود تعاون مشترك مع الدولة العراقية من أجل دعم الشباب الرياضي في المستقبل. أتينا اليوم إلى هذه محافظة المثنى مركز السماوة إلى هذا المعهد للاطلاع على مشروع ريادة أو مبادرة ريادة للاطلاع على هذا المشروع ونقل هذه الفكرة التي تحتوي الشباب وتنمي للشباب وتدعم الشباب للخروج من حالة الفقر واليأس والتشتت والضياع إلى حالة البناء والريادة والمستقبل بإذن الله. فنحن نسعى ونأمل إن شاء الله أن يكون فيه تعاون مشترك ما بين وزارتي الشباب والرياضة في اليمن ووزارة الشباب والرياضة في العراق، على أن يكون هناك في شتى المجالات، سواء في الجانب الرياضي أو في جانب دعم المبادرات الشبابية التي هي بناء الشباب ومستقبل الشباب، وأن يكون الشباب هم وقود المستقبل وهم عمود الدولة في كل الدول العربية، لأن الشباب بهم تبنى الدول وتبنى الحضارات إذا تم الاهتمام بهؤلاء. ونحن إن شاء الله نسعى إلى هذا الجانب وأن يكون لنا بصمة في هذا الجانب، ومستعدون في التعاون بين الدولتين العراقية واليمنية.